ما حدش يقول لي بتتكلمي من تحت الترابيزه، انا دي الترابيزه الصغيره بتاعه اللابتوب بس، ما عنديش حاجه اسند عليها. انا شفت الكلمه بتاعه الرئيس السيسي اللي قالها بمناسبه ذكرى عيد الشرطه. بالمناسبة دي أنا عايزة أقول لكم كل سنة ومصر طيبة بمناسبة ثورة 25 يناير. أنا متعاطفة جدا مع الرئيس السيسي، وأصلا أنا مؤيدة للرئيس السيسي. وأنا معاه إنه الدنيا غالية، وإن إحنا بقينا 106 مليون، دنيا غالية. بس ممكن نعيش، بنشتكي بس ممكن نعيش. والناس اللي بتعترض، أنا أعرف ناس ضد الثورة ومع ذلك ومع حسني مبارك المخلوع، ومع ذلك بتشتكي من الغلا، وناسية إن أيام المخلوع كان فيه غلا، وكان الدولار برضو كان بيغلى، وإن كانت الناس بتقف بالطوابير على الغاز على الأنابيب الغاز، وبتقف بطوابير على البنزين. كل سنة كان فيه المشكلة ديت، بس الناس بتنسى. راجعوا افلامنا حتى العربي اللي هي الابيض واسود، كانوا برضو بيشتكوا من اللي سعر اللحمه بقى بتعريفه برضو. فلو كنت غني بشوفوا الحته دي. فاحنا طول الوقت احنا بنشتكي من الغلا، وانا مش معترضه ان احنا بنشتكي من الغلا، بس زي ما الرئيس السيسي بيقول وانا بقى اؤيده في كده، الدنيا غاليه بس محدش فينا بيموت من الجوع. ما سمعناش في مصر عن حد مات من الجوع، ما سمعناش في مصر عن حد بات من غير عشاء. آه، والناس اللي بتدعي ان في ناس بتاكل من الزباله كدابين كدابين كدابين. الناس اللي انتوا بتقولوا انها بتاكل من الزباله وبتشوفوها بتلعب في الزباله، دي ناس بتاخد حاجات معينه وبتبيعها. ده اللي انا، دي معلومه وانا عارفاها، بس ما فيش حد بياكل من الزباله في مصر. الا اذا كان الموتورين برضو ليهم راي تاني. هرجع تاني لكلمه السيسي، وانا معاه في النداء للمصريين، وانا مشفقه عليه لان للاسف ولاد البطن القلابه صوتهم عالي. لكن يا ريس، انا الله اكبر، لكن يا ريس انا بأؤيدك. لكن برضو يا ريس لو سمحت، وانت بتكلمنا، انت بتغلط في انك بتعامل اللاجئين معاملة المصريين. يا ريس قبل ما تطالبنا باننا بنشتكي او ما بنشتكيش، حضرتك بتعامل ناس لاجئة خربت بلدها، ومنهم ناس بلدهم بقت كويسة أو على الأقل مخروبة وكل حاجة، بس على الأقل ما بقاش فيه موت ولا تهديد لحياتهم زي الأول. فلو سمحت يا ريس رجع الناس دي، لانها بتشتمنا جوه بلدنا، وبيقولوا احنا هنشوف مين اللي هيرحل مين. يعني هما كمان عايزين يرحلونا من بلدنا، وكمان قاعدين في كانتونات، وكمان بيقولوا احنا قاعدين زي ما في ناس في التعليقات قالت لي، بيقولوا لهم احنا قاعدين في الرحاب، والمصريين عايشين في العشوائيات. يعني انت بتقول انهم او بتدعي انهم ضيوف، فما انا بقول لك ما فيش ضيف بيقعد ما اعرفش 12 سنه ولا كام قاعد على قلبنا وبيشتم. ما فيش ضيف بيجي لك بيتك بتاكله وبتشربه وبتوفر له الامان، وبياكل وبيشرب ميه وغاز وحاجات كلها مدعومه، بيعيش بالدعم زيه زي المصري. يبقى انت كده بتظلم المصريين يا ريس لما انت بتعامل لاجئ زيه زي المصري. يبقى انا كمواطنه مصريه مش درجه اولى. لما اتعامل لاجئ درجه اولى، يبقى انا كمواطنه مصريه ملاش اي امتيازات في بلدي، يبقى انت بتظلمني انا لصالح اللاجئ ده. رجعهم لبلدهم يا ريس. الناس اللي بلدها بقت كويسه، عراقيين، آه عراقيين، سوريين، رجعهم لبلادهم يا ريس. آه، انا مش العراقيين صراحه مش قلالات الادب، لكن السوريين قصه تانية خالص، وبيقلوا ادبهم علينا وعايزين يرحلوا السيسي. ده واحد بجبروت بيقول لي احنا هنرحل لك السيسي ده لانه ثبت انه اجنبي. يعني هو اللاجئ مش اجنبي والسيسي هو اللي اجنبي، يقول لك عايزين ندخل الجيش وندخل. اذا كنتم ما بتدخلوش الجيش في بلدكم، اذا كنتوا انتوا في ناس منكم قاعدين في مصر مش عايزين ترجعوا بلدكم علشان في ناس منكم هربانه من التجنيد، انا عارفه انا بقول ايه. آه، فيا ريس حرام عليك، الناس دي بتتعالج زينا زيهم في مستوصفات عادية، كل حاجة مدعومة بالنسبة لهم. معلش دول مش أصحاب البلد عشان يتعاملوا درجة أولى. ودول مش ضيوف، دول لاجئين. ولازم مصر تستغل وجودهم زي ما أي دولة تانية. والله شابوه، والله شابوه للشعب اللبناني والشعب التركي، أقسم بالله عاملهم باللي يستاهلوه بجد. الناس دي تستاهل كده. فيا ريس وانت بتتكلم معانا، يا ريت اللاجئين يتعاملوا زي ما بيتعاملوا في اي دولة بره. مفيش لاجئ بره يا ريس بيشتري عقارات ولا بيشتري اراضي يا ريس.
هل سمعنا عن كده في ألمانيا يا ريس؟ ها؟ هل سمعنا انهم مدعومين وبيدخلوا المدارس ما بيدفعوش فلوس يا ريس؟ بيتعالجوا في المستشفيات زيهم زي المواطن الدرجة الأولى يا ريس؟ ف كنت هقول على حاجة كمان. اللاجئين يا ريس في البلاد التانية مفيش حد من الحكومة بيطلع يهين المواطن المصري ويقول احنا لا نأبه بيهم. الناس اللي بتشتكي وعاملة حملة لترحيلهم. وانا بقول لكم يا جماعة فعلوا هاشتاج ترحيل اللاجئين واجب وطني. فعلوا هاشتاج مقاطعة منتجات ومتاجر اللاجئين. لو حد جنبكم، احنا جنبنا واحد بيبيع خضار انا عن نفسي ما بشتريش منه. يا جماعة أي حد منهم فاتح محل ما تشتروا. هم كمان بيتعاملوا مع بعض، بس خدوا بالكم من الحتة. شوفوا كده، انتوا لاحظوها، شوفوا كده هم بيتعاملوا مع بعض ولا لا، وبيشغلوا بعض ولا لا، وبيتعاملوا مع المصريين ازاي. يعني وانا بيجي لي كلام كتير في كلام، يعني انا قلبي ما بيقدرش يستحمل اتابع الاخبار دي كتير، لان انا فعلا بتاثر وبتوتر وقلبي بيوجعني وصحتي بتتاثر. فيا ريس لو سمحت، احنا كمصريين بنناشد حضرتك لو سمحت عملنا كمصريين درجة أولى. واللاجئين لاجئين، هو ده اسمهم العلمي لاجئين، يعني ده كلمة مش قبيحة يعني. ما هماش ضيوف يا ريس، وعاملهم على انهم لاجئين يا ريس. وبعدين ما ينفعش انهم يتملكوا حاجة يا ريس، ولا يفتحوا محلات يا ريس، وما يبقاش هم الشارع بتاعي كله محلاتهم. ها؟ والمصري لما يجي يفتح محل يفتح فين يا ريس؟ في ناس كتير بتشتكي انها مش عارفه تفتح محلات، ولا عارفه تبيع ولا تشتري. لان سيادتهم واخدين المحلات، مقصرين علينا في كل حاجه. انا بقول بقى ايه، انا خلصت كلام للرئيس وللحكومه اللي طالعه بتعاند فينا وتقول لا. والقوانين الدوليه حضرتك تركيا رميتهم في البحر. م? تحيه لشعب لبنان. انا ما اعرفش قلت ولا لا، تحيه لشعب لبنان اللي عاملهم بما يجب ان يعاملوا به بصراحه. والمواطن المصري اولى منهم. بقول لكم يا مصريين ما تتعاملوش معاهم وما تشتروش منهم قبل ما تشتكوا. ما تتعاملوش معاهم وما تشتروش منهم. م? ولا صباح الخير تقولوها لهم حتى. فانا خلصت كلام الرئيس. بقول لكم انتوا كمصريين بتشتكوا منهم، ما تتعاملوش معاهم، قطعوهم. ما تقولوش اصل الشاورما اللي هم بيدعوا ان هي سورية وهي الشاورما. يعني شوفوا كده صفحة توثيق المطبخ المصري، شوفوا الشاورما اصلها ايه. فما يبقوش هما بيسرقوا اكلنا ويحطوا جنب كل حاجة كلمة سوري، حتى اللب بقى سوري. لا مش معقولة. وتيجي تقول للراجل بتاع المقلة عباد الشمس، يقول لك لا اصل حرام اسمه دوار الشمس. طب هو دوار الشمس عباد الشمس ايا كان، بس ما اسموش لب سوري بالمناسبة. بس انا قلت اللي عندي، وانتوا احرار كمصريين. انا عن نفسي لا بدخل محلاتهم ولا متاجرهم ولا بضاعتهم، ولا بشتري منهم حاجة، ولا بتعامل معاهم ولا هتعامل معاهم. وكل بوست بحط فيه الهاشتاجات ديت. كل بوست ان شاء الله يا رب اقول صباح الخير، هاشتاج ترحيل اللاجئين واجب وطني، هاشتاج مصر للمصريين، هاشتاج ادعم بلدك، هاشتاج. كل الهاشتاجات دي بحطها في بوست في اي حاجة بعملها، اي حاجة. واللي متابعني عارف ان انا بعمل كده. وهاشتاج مقاطعة طبعا متاجر ومنتجات اللاجئين. ده ليكوا يا مصريين. وإذا كانت الحكومة ليها وجهة نظر بتعمل حاجة احنا مش عارفينها، فاحنا على الأقل احنا رافضينهم نقاطعهم. ده اللي أنا بعمله، وده اللي أنا عارفاه، وده اللي أنا شايفاه صح. الناس بقى اللي تطلع تسف عليا ومن إن أنا اللي أنا أعرفهم يطلعوا يسفوا عليا وبتاع. يعني ما تتابعونيش، وأنا صادقة في كل كلمة بقولها ومقصودة. لكام حد كده، لكام حد كده اللي هيقعد يسف عليا يعمل زي انه مش عارف يعمل زيي. يا يعمل زيي يا يسكت وما يسفش. لاني انا مكتفيه انا لحد هنا. واخيرا كل سنه ومصر كلها طيبه بعيد الثوره اللي مذكور في الدستور بالمناسبه، شئتم ام ابيتم.